السلام عليكم. في الفيديو ده هتكلم فيه على اوتوميتد بروسيس بسيطة، ممكن توضح للناس هو ايه الجو تو ماركت انجينيرنج، وايه الادوات اللي احنا ممكن نستخدمها، وازاي نعمل اوتوميشن لحاجات كانت بتاخد مننا وقت نقدر نعملها في وقت دلوقتي اقصر باستخدام الاوتوميشن والاي اي. والكام يوم اللي فاتوا بقى يجي لي اسئله كتير من ناس بتسال على هو ايه الجو تو ماركت انجينيرنج، ازاي ابدا في الكارير، سبيشالي بعد البوست والبودكاست بتاع نجاتي ومي مدحت. انا ايهاب درويش، فاوندر الاسكالا. احنا شركه تخصصها ان احنا نبني الجو تو ماركت انجنز باستخدام الاوتوميشن والاي اي للشركات اللي الموديل بتاعها بي تو بي، وعاملين ماستر كلاس بنعلم برضو الناس اللي هي عايزه تخش الكارير بتاع الجو تو ماركت انجينيرنج باستخدام برضو الاوتوميشنز والاي اي والتولز الجديده اللي موجوده في الماركت. فالنهارده البوست ده حمدي عندي في التيم عمله، والبوست يعني جاب 700 كومنت في اول يوم. فده تشالنج، ازاي هتواصل مع الناس دي، ازاي هبعت لهم. زمان كانت القصه دي ممكن تاخد وقت كبير جدا، ولكن النهارده الموضوع بقى اسهل من اي وقت سبق. خلاص، خليني اوضح اللاين اوف ثوتس بتاعي هيمشي ازاي، وايه الادوات اللي انا هستخدمها. ف الفلو هيمشي بان انا باخد لينك البوست اللي انا عملته، بحطه على اداه اسمها فانتوم باستر. ده سكريبنج تول بتجيب البروفايلات بتاعت الناس اللي سابوا كومنت او عملوا لايك او بوست. تمام. باكسبورتها كسي اس في وبرفعها على اوتوميشن تول بتبعت رسائل على اللينكدين اسمها دريبيفاي. الخطوه دي الصراحه اللي هي ان انا باكسبورتها سي اس في ينفع يتعمل لها اوتوميشن باستخدام كلي، بس للاسف دريبيفاي مش بيوصل بكلي. ف يعني في الفيديو ده مش هتكلم على كلي قوي والجزء، بس الحته دي ينفع تتوتوميت. يعني خدت مني دقيقتين اعمل اكسبورت وامبورت، ولكن الجزء ده ينفع يتوتوميت برضو. تمام. جوه دريبيفاي بتعمل كامبين. الكامبين دي بتكلاسيفاي الناس او بتحدد الناس اللي انت سحبت بياناتهم لفيرست ديجري كونكشن وسكند ديجري كونكشن. فالناس اللي هي اوريدي كونكتد عندي انا مش محتاج ابعت له كونكشن وابعت له رساله، فهو اوريدي الاوتوميشن هيروح يبعت له المسج بتاعتي على طول. فهبعت له رساله اقول له ده اللينك بتاع الداتا اللي انت طلبتها، وبعدها بيومين ثلاثه هبعت له مسج فولو اب اقول له ايه الاخبار وبتاع، واقول له ان احنا عاملين كورس ليه علاقه بالجو تو ماركت انجينيرنج لو حابب تعرف اكتر. تمام. فهيدز اب للي ساب لي كومنت هيجي لك مسج مني. وبعد ولو الشخص سكند ديجري كونكشن هيتبعت له كونكشن ريكوست، وبعد الكونكشن ريكوست ما يتقبل هيتبعت له لينك الليد ماجنت اللي احنا عاملينه، وبعدها بيومين يتبعت له فولو اب. لو هو ما قبلش الكونكشن بعدها بثلاث ايام هبعت له ايميل باستخدام السيلز نافيجيتور عندي، وبعدها بكام يوم هبعت له الفولو اب. تمام. كل اللي انا عامله ده المفروض بيودي الناس على الصفحه اللي ينزل منها الليد ماجنت بتاعه او الداتا بتاعت الاي كوميرس، ومنها يوديه على البيج بتاعت الجو تو ماركت انجينيرنج ماستر كلاس اللي هو البوست. تمام. وبروح لفانتوم باستر. فانتوم باستر هي سكريبنج تول بتسحب الداتا من على لينكدين، فبديله اللينك بتاع البوست وبقول له اسحبهم لي في سي اس في فايل، فهو بيسحبهم لي. فهو جاب لي هنا ال 300 كومنت، هنا 641 كومنت، بسحبهم سي اس في وبرفعهم على الاوتوميشن تول اللي انا بستخدمها اسمها دريبيفاي. انا رفعت عليها كل الناس اللي عملوا كومنت، واللوجيك بتاع الاوتريتش متقسم بقى على الشجره او التري دي. لو شخص كونكتد عندي ابعت له رساله دي، لو مش كونكتد ابعت له انفايت، لو هو اكسبتد الانفايت ابعت له مسج، لو ما اكسبتش الانفايت
اعمل له لايك وفيو البروفايل بتاعه، عشان ده هيبعت له نوتيفيكيشن عشان يقبل الكونكشن. وبعدها بيوم ابعت له ايميل، وهنا لو هو كونكتد ببعت مسج في فولو اب and so on. فده شكل اللوجيك بتاعها تري. كل ده هيبقى اوتوميتد، الناس اوريدي عارفاني، الناس انجيج معايا على الكونتنت، المسج مش كولد بنسبه كبيره. نسبه التواصل او نسبه التفاعل بتبقى من الكامبينز دي بتبقى محترمه. انا قبل ما ابدا الفيديو كنت رفعت الداتا، هي اوريدي وانا بتكلم وبشرح هي بعتت ل7، والعداد بيعد والناس هيوصل لها ان شاء الله المسج. بس انا ما توقعش الصراحه ان كل الناس اللي هتعمل كومنت هعرف اوصل لها الريسورس اللي انا عايز ابعته لها في وقت قصير. عشان كده سجلت الفيديو ده وهسيب لينك الريسورس تحت الفيديو. وبس كده. سريعا برضو بالنسبه للديتا، عشان ناس كتير بتسالني الديتا جبتها منين. احنا بنستخدم سوفت وير اسمه ستور ليدز او داتا بيز اسمها ستور ليدز، فيها 13 مليون متجر الكتروني. احنا بنستخدمها عشان نجيب داتا للشركات اللي احنا بنشتغل معاها اللي بتستهدف الاي كوميرس. والريبورت ده فعلا مكلفنا $450. احنا بندفع السبسكريبشن دي عشان نجيب الداتا. فانا هي اوريدي عندي وبستخدمها. انا مش ببيع الداتا دي، انا بديها للي محتاجها الصراحه. انا شايف ان السبسكريبشن غالي، فلما بيجي لي حد بيبقى عايز يعني بحاول اساعد على قد ما اقدر يعني. فاتمنى ان الريبورت يكون ان شاء الله مفيد ليكم. اخر حاجه حبيت اتكلم عليها هي كلاي، لان كل اللي انا عملته ده يعني ما اتكلمش فيه على كلاي قوي. بس كلاي هي من برضو الادوات المهمه في الجو تو ماركت انجينيرنج. عاملها واحد مصري، والشركه الفالويشن بتاعها عدى اعتقد $1 بليون. بس ما بشوفش ناس الصراحه كتير عارفه عنها، فيعني حبيت اتكلم عليها هنا بسرعه. احنا زقينا الداتا اللي جبناها من فانتوم باستر، حطيناها في التيبل ده، تمام. وبدانا نعمل اللي بيتقال عليه انريتشمنت، بان احنا بنجيب بيانات الشخص اللي ليها علاقه بالتايتل بتاعه، ويب سايت الشركه وهكذا. وبدات اعمل كليجنت او ايجنت بيريسيرش عن الليد وبيريسيرش عن الشركه، عشان يساعدني انا في ان انا كواليفاي الليد ده. هل انا اتكلم معاه اعرض عليه السيرفيس، ولا اتكلم معاه اعرض معاه الكورس، ولا هو اصلا مش ريليفنت ليا فمش هتكلم معاه اصلا. فهنا بدي الاي اي. فانا هنا بستخدم شات جي بي تي. الايجنت اللي احنا كريتناه هنا بقول له روح فيزيت الويب سايت ده وقول لي اذا كان الشركه دي الموديل بتاعها بي تو بي او لا. والريبورت والكلاسيفيكيشن التاني اللي انا بحتاجه هو ان انا عايز اشوف التايتل بتاع الشخص هو في الكوميرشال تيم ولا لا، وهل هو ممكن يكون مهتم بالتريدنجز بتاعتنا او السيرفيسز اللي احنا بنقدمها. فهو بيرجع لي الريزلت اللي انا عايزها. بس عايز اوريكم البرومبت. فده البرومبت اللي هو بقول له فيه قول لي اذا يعني انا الاول بكواليفاي الشركه، وبعدين بكواليفاي الشخص بيزد على التايتل بتاعه، وبعدين باخد الديسيشن او سكور الليد اذا كان هو ريليفنت ليا ان انا اتواصل معاه او لا. بس ده الموضوع كده باختصار. ودي اجابه للي كان بيسالني هو ايه الجوت ماركت انجينيرنج. لو انت عايز تعرف اكتر عن التولز دي والاستراتيجيز اللي ممكن تبنيها على تولز زي اللي انا اتكلمت عليها، منهم لينكدين، فانتوم باستر، دريبيفاي، هي ريتش، كلاي وغيرها، سيب كومنت ماستر كلاس تحت الفيديو وهبعت لك تفاصيله. لو انت سبت كومنت في البوست اللي فات هبعت لك كده التفاصيل. شكرا، واشوفكم في الفيديو الجاي، والسلام عليكم.